دي كأننا في ديجافو في بنتفرج على نفس الحدث بيتكرر بنفس اخطائه بنفس الاجرام اللي بيتخذوا معانا فيه الجيش او ايا كانت السلطه اللي ماسكه البلد، لانه دلوقتي في تضارب. الجنزوري شويه يطلع ينفي، المجلس العسكري يطلع ينفي، احنا مش عارفين مين اللي بيضربونا طالما هم يعني لابسين ميري وبيضربوا وبيتقال لنا مش جيش. طب مين؟ انا واحد من 25 يناير مشارك، وانا واحد دكتور مش بلطجي ومش صايع. هم الناس للاسف علمونا قله الادب بافعالهم المستفزه ديت. انا واحد قاعد في بيتي لا بيا ولا عليا، وفاجئ بناس بتتضرب وتتاخد من اعتصام سلمي، لازم انزل ولازم اشارك. وفاجئ بواحده بنت محجبه لابسه عبايه واسدال بتتسحل ويبان عرضها في الشارع، لازم انزل ولازم اشارك والا ما يبقاش عندي اخوه والا ما يبقاش راجل. انا نازل غصب عني للمره الثانيه، نازل غصب عني عشان اللي فوق اللي ماسكنا عاوز فوضى متعمده في البلد. انا بس عايز احكي موضوع بسيط. في ناشطه حقوقيه معروفه اسمها هدير فاروق عبد العزيز. دي شغاله ناشطه حقوقيه مدونه حقوقيه، كانت في الاعتصام السلمي اللي هو في نص صينيه، قاعده مع اهالي الشهداء والمصابين بتدون وبترصد احوالهم. بكل بساطه الجيش دخل خدها من الخيمه، وهي كانت علقه محترمه لغايه الحمد لله ما عادش فيها اي حته سليمه، ودلوقتي اصلا محتجزه على ذمه القوات المسلحه في المستشفى العسكري اللي هو في القبه او في حاجه زي كده، وعليها حراسه مشدده ومتحوله لنيابه عسكريه على انها بلطجيه. فده اكبر دليل طبعا على ان احنا بلطجيه، ان مدونه حقوقيه اتضربت لما اتعدم العافيه ومتهمه انها بلطجيه ومحوله لنيابه عسكريه او ايا كانت النيابه اللي هتحول ليها، بس هي خلاص هي وخدت الطن. لكن ان احنا نبقى بنرد على رصاص حي وبنرد على خرطوش وبنرد على مطاط بحجاره ويتقال علينا ان احنا بلطجيه ويتقال علينا ان احنا مدسوسين ويتقال علينا ان احنا قابضين، ده شيء مؤسف يعني. احنا مش هنرجع من الميدان، مش هنخاف ومش هنهاب. قوات مسلحه، امن مركزي، بلطجيه يطلعوا فوق مجلس الشعب، والقوات المسلحه هي اللي تدخلهم مجلس الشعب، لان القوات المسلحه هي اللي بتحمي مجلس الشعب وهي اللي مأمناه. يطلعوا فوق السطوح بتاعته ويزقلونا بالطوب، والامن المركزي من الناحيه الثانيه بيزقلنا بالطوب. احنا مش هنرجع ومش هنهاب. الحل دلوقتي حاجه واحده بس، تسليم السلطه وتسليم فوري لمجلس رئاسي مدني. هو ده الحل اللي هيرضينا. امبارح الشرطه العسكريه كانت بتدوس في بطن البنات برجليها ومعريينهم قدام مصر كلها. البنات النهارده انا كنت متوقع ان انا هنزل النهارده مش لاقي ولا بنت، بلاقي البنات في الصفوف الاماميه بتضرب طوب، واللي بيحاول يرجعها بالطب. الحاجه الوحيده اللي بتزيد في مصر من ساعه المجلس العسكري ما مسك الحكم عدد المصابين وعدد الشهداء، ما شفناش زياده في اي حاجه غير كده. المجلس العسكري حاططنا في مأزق وقاعد بيقول لنا انتوا ايه اللي بتعملوه، ايه عايزين مين اللي يمسك البلد؟ الحل موجود عندنا. دستور 71 دستور معيب، شكرا للمجلس العسكري، عدلت دستور 71 وعملت لنا بنود جديده وصلاحيات جديده لرئيس الجمهوريه، سلم البلد لرئيس المحكمه الدستوريه العليا. رئيس المحكمه الدستوريه او اللي عمل الدستور بيفهم احسن من المجلس العسكري، احسن من حسني مبارك، احسن من اي واحد بيفهم الشعب المصري في الدستور.